السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كابتن عبد الكريم من مدرسه تدريب الكلاب بيرحب بيكم، بيرحب بكل المشتركين معانا القدام والجداد. والنهارده بنقدم لكم الحصه نمبر 5 نمبر 5 الحصه الخامسه. احنا اول حصه اتعلمنا ازاي التالف والتعارف، تاني حصه اول اوردر، تالت حصه تاني اوردر، رابع حصه تالت اوردر، النهارده رابع اوردر. ليه احنا بقى خليناهم 5 حصص؟ لان الحصه الاولى كانت مهمه جدا جدا، اهميتها في احنا شرحنا الاكسسوارات ونوع الاكسسوارات اللي هتشتغل معانا في التدريب، والاكسسوارات الصح من الاكسسوارات الغلط. وطبعا عرفنا ان احنا قبل ما ندرب الكلب لازم نعمل معاه مرحله تآلف وتعارف، يعني الكلب لازم يحبني او يتعود عليا عشان يبتدي يستجيب ليا بسهوله، ويبتدي يطمن ان هو يعمل لي الاوردرات بسهوله. لما ما يكونش فيه تآلف وتعارف مع الكلب، الكلب يبتدي يقلق مني، يبتدي يعمل الحاجات بصعوبه شويه، يبتدي يحذر انا اعمل لك ليه كده، انا مش حابك. لازم الكلب يحبني عشان يديني كل حاجه انا هديله. لو حابين الكلب كل درجه حب، كل ما كانت درجه الحب عاليه، كل ما كان الكلب ممكن يديلك اصعب شيء انت ممكن تتخيله. عشان كده بنقول لما بنودي المدارس انا بكون حابب الكلب والمدرسه وعارف ايه اللي هيحصل في المدرسه، فبيرجع الكلب حاببني اكتر، اقدر اطبق اللي حصل في المدرسه. طبعا بتختلف من كلب لكلب، وطبعا في كلب عن كلب بيفرق، في كلب سوبر يعمل حاجات محدش يتخيلها، وفي متوسط، في اقل من المتوسط، في صفر. والصفر ده طبعا بيتدرب بس بياخد وقت وبيشتغل. ماشي، هنبتدي مع بادي الحصه. يلا بادي، نو ايزي، جود بوي. نعدل الخناقه زي ما اتفقنا في الاول. جود بوي، يلا ها يلا هيل، جود بوي، نايس جود بوي هيل، جود بوي، جود بوي، نايس جود بوي بادي هيل، جود بوي هيل، جود بوي بادي، نايس جود بوي، سيت، جود بوي، ستي. الاوردر اللي احنا قلنا عليه نو ستي، الاوردر الثبات ستي. شوفوا الاوردر الجديد ستي، ثبت كويس قوي، ثبت تحت كل الضغوط. بص لي يا بادي، بص لي بادي، كام 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 كام، ست اوردر، كم ست اوردر مركب، مش كم وخلاص. كم يجي يقعد قدامي. ليه يجي يقعد قدامي؟ عشان نعلم الكلب السلوك الصح. في ناس ما بتحبش الكلاب تطلع فوقيها، فالكلب يجي لي وانا اديله التحيه، اول ما يجي لي اقول له ست هيل، جود باي بادي هيل، نو هيل هيل، جود باي بادي هيل، جود باي، نايس جود باي بادي هيل، جود باي بادي، جود باي بادي، ست، جود بوي ستي، جود بوي بادي، نايس جود بوي ستي، جود بوي ستي بادي. طبعا باكد على ستي، لازم اخد فيها فتره زمنيه شويه، على الاقل 30 ثانيه عشان يبقى في فاصل بين الستي وكم كم 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 كم، جود بوي ست، جود بوي. هو ده الاوردر بتاعنا النهارده، او الاوردر الجديد. الاوردر كم ست هو اوردر مركب، لا تستغنى عن ست. لما يجي لك لازم الكلب يجي لك يقعد لك وانت تدي له التحيه او تحييه زي ما انت عايز، انما كم يقعد على حسب الرغبه. في كم يقف ويشب عليا، دي حسب الرغبه. في ناس بتحب الكلب يشب، في ناس ما بتحبش، والاغلبيه ما بتحبش عشان في ناس ما بتحبش نفس الكلب، وبرغم انها بتحب الكلاب ايا من كان الرفض، فانت ممكن تخلي الكلب بتاعك يجي يقعد. وده كمان بيفرق قوي في الاستقبال مع الكلاب. لما تجي لها من البيت وهي مهيبره قوي عايز تستسلم، تقول لها الست، وهي جايه تبتدي تقعد وتبتدي تتحكم في الهيبره بتاعها. الاوردر المركب دوت خدمي، وخدمي اهميه الخدميه بتاعته ان هو ما يهيبرش عليا ويطلع عليا ويستقبلني بعنف، يبقى في كنترول على الحب بتاعه والاستقبال بتاعه. كان معاكم كابتن عبد الكريم من مدرسه تدريب الكلاب.